طبعا كلنا بنحب المخللات وخصوصا الزيتون. طب عارفه ايه المخاطر الموجوده في الزيتون وخصوصا الاسود؟ اول حاجه هم عشان يسرعوا عمليه التسويه بتاعه المخللات والكلام ده، هم بيحطوها في حاجات كتير قوي مش عايزه اتكلم عليها عشان ما اقرفكيش، بس خصوصا الزيتون الاسود ده لان ضرره كبير قوي وخطير. اولا هم عشان ياخدوا اللون السواد القارص بتاعه ده، وطبعا مش هيسيبوه الوقت اللي هو المفروض يقعد فيه، فهم بيضيفوا له الوان صناعيه كتير قوي، وخصوصا ورنيش الجزم. ورنيش الجزم بيتحط على الزيتون الاسود. طب انت هتعرفي منين؟ اولا اشتري المكان موثوق منه، اشتري الانواع الغاليه، ما تشتريش الانواع الرخيصه وما تسترخصيش في الحاجات دي. اولا الزيتون علشان تلاقي لونه اسود جوه لازم تبقى النواه بتاعته اخده نفس اللون بتاعه، بس هو اللون اللي بيرشوه عليه من بره مش بيوصل للنواه، فبتلاقي النواه جوه لونها فاتح والزيتونه من بره اسود فحمه، فده اللي مرشوش ومصبوغ. خلي بالك على صحتك وصحه اسرتك وعيشها صح. يا ريت تعملي مخللات في البيت، الموضوع بقى سهل يعني مش صعب، وشيفات الطبخ وقنوات الطبخ كترت جدا، فممكن تعرفي منهم كل المعلومات اللي انت عايزاها. خلي بالك على صحتك وصحه اسرتك وعيشها صح. لو استفدتي من الفيديو اعملي لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ولو اول مره تشوفيني فاعملي متابعه واعملي سيف للفيديو.